النهارده هعمل معاكم حلو بس بطريقه سهله قوي جاتو الكوبايات. والتحليه دي من اسهل الحاجات اللي انا بعملها لما بيكون جاي لي ضيوف وعايزه اعمل حاجه حلوه سريعه. كمان لما الضيوف دول يبقى معاهم ولاد صغيرين، بالنسبه لي الكوبايات بتبقى اسهل بكتير. يلا بينا نشوف الطريقه ونشوف جاتو الكوبايات عملناه ازاي. في الاول كده بسم الله، معانا نص كيلو دقيق سبونش جاهز، اللي هو الدقيق بالفانيليا او بالكاكاو على حسب ما احنا بنحب. بعد كده هننزل عليه ب5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هننزل بنص كوباية مية، وده دقيق سبونش جاهز بتجيبيه من محل خامات الحلواني او من عند العطار. وبعد كده معلقة فانيليا سايلة كبيرة، والبديل بتاعها كيسين فانيليا باودر. وبشغل العجان على سرعة بطيئة في الأول لحد البيض ما يفك، بعد كده بشغل على أعلى سرعة لمدة 8 دقايق لحد الخليط ما يبقى كريمي كده. لو انت ما عندكيش عجان تقدري تستخدمي المضرب الكهرباء وتعملي نفس الخطوة كده وتخفقي لمدة 8 دقايق هيديكي نفس النتيجة. معايا الصينية بحجم كبير، المقاس ده بيشيل النص كيلو كله، بس الطبقة هتبقى رقيقة، فأنا مستخدمة صينية مقاس يعني ممكن 30 في 60 أو 40 في 70 اللي هو المقاس الكبير. لو انت ما عندكيش المقاسات الكبيرة دي ممكن تستخدمي صينيتين مع بعض 30 في 40. بحط حتة كريمة في الصينية عشان اثبت ورق الزبدة. بعد كده هنزل بنص الخليط تقريبا او اكتر شوية. هنا انا عايزة اعمل نوعين، يعني كيكة فانيليا وكيكة كاكاو. فانا في الاول كده خدت نص الكمية وبوزعها في الصينية، هي جت معايا كتيرة شوية بس مش مشكلة. باقي الكمية هحط لها كاكاو خام وهخفقها تاني وهحطها في باقي الصينية. طب انت لو مش عايزة تعملي الخطوة دي ممكن انت تخلي الكيكة كلها بالفانيليا، مفيش مشكله. هنا انا حطيت معلقتين كاكاو خام وشغلت العجان لمده دقيقه مش اكتر من كده لحد ما الكاكاو اتوزع مع الخليط وبقى كله كده يعني كانه كيكه شوكولاته. نزلت خليط الكيك في نص الصينيه التاني وهفرده في الصينية وبالسباتولا او باي حاجة مبططة معاكي كده هتساوي وش الكيك. وبعد كده هندخله الفرن. الفرن لازم يبقى سخن من الاول، بنظبطه على 180، وهنحط الصينية على الرف اللي في النص والنار شغالة من تحت بس. والكيكة العسل دي هتقعد معنا من 10 دقايق ل 12 دقيقة. نسيبها تبرد ونعمل الكريمة. معايا كوباية ونص من بودرة الكريم شانتيه الخام اللي هي بدون سكر، هحط لها نص كوباية سكر وكوبايه ونص ميه متلجه. تمام. هنا الخليط عندي هيكون متماسك شويه، انا مش عايزاه متماسك بس هخفق الاول. لو لقيته متماسك قوي هزود شويه ميه كمان. انا فعلا زودت ربع كوبايه ميه كمان وخليط الكريمه بقى عندي بالقوام ده. الكيكه عندي بردت وتمام قوي. عندي شويه من الشربات اللي هو شربات الكنافه والجلاش، حطيت له شويه ميه وخفيته. لو انت ما عندكيش شربات جاهز تقدري تعملي شويه صغيرين. طبعا كلنا عارفين مقادير الشربات، بس هتعمليه خفيف زي شربات البسبوسه كده. وسقيت بيه الكيك، وبالشوكة بقى بالسكينة بالمعلقة أي حاجة هتقطعي الكيك كده لحتت صغير، وهتجيبي الكوبايات اللي عندك وتحطي شوية من الكريمة في الكوبايه من تحت. بعد كده هتاخدي حته من الكيك اللي مسقي بالشربات. الكيك هيبقى معاكي طري حتى لو نشف معاكي في الفرن، لو نسيتيه شويه ونشف معاكي اسقيه بالشربات هيبقى طري معاكي وطعمه تحفه. بس لو هو طلع طري جاهز كده اديله شويه من الشربات هيبقى طعمه حلو برضه. بس ما تزوديش الشربات قوي علشان ما يبقاش بايش، يعني الكيك ما يبقاش معاكي بايش خالص كده زي الميه. فهتحطي كميه من الشربات معقوله، وحطي في الكوبايه بقى طبقات زي ما انت عايزه. هتعملي طبقات كيكه الفانيليا مع الكريمه، وكيكه الكاكاو مع الكريمه برضو. ولو حابه تعملي كريمه يعني بموس الشوكولاته او كريمه الكاكاو، يعني كريمه بيضه عاديه تحطي لها معلقتين كاكاو، كله شغال. عايزه تحطي صوص شوكولاته ماشي، المهم حطي طبقات كده شويه كريمه وحته كيك. وممكن تعمليها بالمانجا. هنا انا حطيت في النص مع الكريمه كام واحده مانجا، واخر طبقه بتاعت الكريمه حطيت شويه صغيرين من المانجا. المانجا دي طبعا متفرزه من الصيف وبنطلعها كده لما بنعمل حاجه حلوه. عندي هنا ملمع الفاكهه اللي بنحطه على التورت والجاتوهات، ده بحطه على الوش علشان يحافظ على المانجا ان هي ما تسودش وطعمها ولونها ما يتغيرش. ولو انت ما عندكيش ملمع الفاكهه تقدري تستخدمي الشربات التقيل او عسل النحل، ادهني بوش الفاكهه وهتحافظي عليه. وبالشكل ده هتعملي جاتو الكوبايات باحلى طعم واسهل طريقه، وان شاء الله لما هتجربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. والسلام عليكم.